اهلا وسهلا. بديتو في تحضيرات حلويات العيد. اجي تحضري هاد الحلوه اللي ما يمكنش ما تكونش حاضره في طاوله فطور العيد. كتجي لذيذه وسهله واقتصاديه، وما قالوا معلكه حتى راه معلكه بدون دقيق ولا دلك. ندوز على بركه الله. كناخذ نصف كيلو ديال الكاوكاو الرقيق داك البلتي، كنحمرو وكنطحنو بهذا الشكل. كنضيف ليه قبيصه ديال الملح، 4 الحبات ديال البيض ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، كاس ديال العنبة ديال سكر سنيدة، كاس ديال العنبة ديال زيت نباتية، 2 المعالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشماش، و2 شاسي ديال الكاكاو المر. كنمزج هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا ليا. وكذلك كنضيف الكوك. بالنسبة للكوك انا ضفت 4 الكؤوس ديال العنبة، وانتم كتبقاو تضيفوا شوية بشوية حتى كيتجمع لكم هذا الخليط، ما يكونش جاري وفي نفس الوقت ما يكونش قاصح. كذلك غادي نضيف شاسي ونص ديال الخماره ديال الحلوه صافي. وكنجمع هاد المكونات، كنوجد لاطه ديال الفرن، كندهن يديا بالماء ديال الزهر، وكندير الخليط العجين ديالي على شكل كويرات، وكنفندهم في سكر كلاصي. كنضيفهم في لاطه ديال الفرن، كنضغط عليهم من الوسط. بالنسبه للفران ضروري انني نسخنه من قبل، عاد كندخل ليه اللاطه ديال الفرن من التحت والعافيه من الفوق حتى كتشقق، وكنطلعها الفوق 5 دقائق راه كتكون واجده. كيبقى هذا هو الشكل النهائي، بالصحه والراحه والشهيه طيبه.